طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي أفورقي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. التشجير وحماية التربة ليس له بديل. والدراجة الإيطالي بنيام قرماي يحل خامسا في 8 جولات طواف إيطاليا. مئات الماليين يتجمعون في باماكو دعما للمجلس العسكري. سقوط 5 قتلى في قارات جوية إسرائيل في وسط سوريا. ورئيس فنلندا وروسيا في مكالمة صريحة لمناقشة أزمة الناتو. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس السياسي أفورقي رسالة تهنئة اليوم 14 من مايو لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة. وعرب الرئيس السياسي أفورقي في رسالة التهنئة باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب الإريتري عن تمنياته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسداد والتوفيق وبالمزيد من الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي الشقيق. ونوه فخامته بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين والبلدين، موربا عن التطلعات للارتقاء بها وتعزيزها للمزيد من التعاون لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد الرشيدة. هذا وقد توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم 13 من مايو عن عمر ناهز 73 عاما، حيث كان قد انتخب رئيسا للدولة عام 2004. دعت وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية في تصريح مشترك بمناسبة 15 من مايو اليوم الوطني للحملة الخضراء الدفع بأنشطة التشجير وحماية التربة وحفظ المياه باعتباره خيار ليس له بديل. وأوضح التصريح بأن الغطاء النباتي في البلاد وصل إلى مستوى مقلق نتيجة أوضاع الطبيعة والاستخدام السيء للإنسان، وأن التنمية الزراعية لن تكون آمنة ما لم يصحبها التشجير وبناء المدرجات في مساقط المياه، مشيرا إلى أن الحكومة الإريترية وضعا في الاعتبار هذه الحقائق ظلت منذ 31 عاما تعمل بتعبئة الشعب لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير. وذكر التصريح إطلاق برنامج وطني كبير عام 2006 باسم جهد قوى لحملة الخضراء لجعل هذه الأنشطة فاعلة وملموسة وتقييمها كل عام في 15 من مايو. وأوضح أن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير التي حققت نتائج كبيرة في السنوات القريبة الماضية بمشاركة المؤسسات الحكومية والاتحادات والطلاب والمجتمعات والأفراد المهتمين، مذكرا بمواصلتها وطلب القرى والمدارس والجهات الأخرى القيام بإعداد الشتول بالتعاون مع الخبراء باعتبار أن المشاتل الحكومية لا تستطيع سد متطلبات البلاد عامة. وذكر التصريح جعل إصلاح مساقط المياه الذي محوره حماية التربة وحفظ المياه ونقل أنشطة التشجير إلى المستوى الإجباري لكافة قطاعات المجتمع وحماية المحميات وتوسيعها وتنمية التنوع الطبيعي وإكثار خيارات الطاقة لخفض قطع الأشجار. حل الدراجة الإيطالي بنيام قرماي عضو فريق انتر مارش البلجيكي حل خامسا في الجولة الثامنة من طواف إيطاليا للدراجات الهوائية التي امتدت لمسافة 153 كيلومتر. ويأتي دراج بنيام خامسا في طواف فرنسا للمرة الثالثة، حيث جاء في الجولة الأولى ثانيا والثالثة رابعا والرابعة خامسا والخامسة خامسا والسادسة خامسا. وجاء دراج الإيطالي ناتنيل تسفاتين عضو فريق درون هوبر أندروني جاكوتولي في المرتبة العاشرة. والدراجة الإيطالي الآخر مرحاو قدوس فريق عضو فريق EF Education Easy Post في المرتبة 47. وتتواصل منافسات طواف إيطاليا يوم غد الأحد لمسافة 191 كيلومتر في الجولة التاسعة.
قيمت مديريات علب بعد وحقات وحمل ماله وعتك الإيزان في إقليم عسبة أنشطة حماية التربة والمياه، وخاصة أنشطة التشجير المنتظمة منذ عام 2021. وذكر مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عسبة السيد دبساي والداي في اللقاء المنتظم في 12 من مايو بعلا بعيد أهمية المشاركة المنسقة لفعالية برامج التشجير وحماية الحياة البرية، مناشدا القيام بأنشطة التشجير والحراسة اللازمة للأشجار إلى جانب أنشطة حماية التربة والمياه. وقال قائد هيئة أركان الفرقة 34 رائد تخلبيين أن الحد من قطع الأشجار والعمل لتنميتها مسؤولية كافة المواطنين، موضحا ضرورة اتخاذ خطوات قانونية رادعة لمخالفي قطع الأشجار. وأوضح التقييم أهمية تبادل التجارب بين القرى لحماية الثروة القابية ورغم عدم توقف عملية قطع الأشجار للمناسبات والاستهلاك المنزلي، إلا أنها بلغت مستوى مرضي. وقدمت توصيات حول التعرف على الأشجار المستوطنة جيدا والتعرف على أعدادها والمناطق المنتشرة فيها وكيفية حفظها. دعا الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي في الاجتماع الذي عقده يوم 13 من مايو في مدينة مندفرة لتعزيز جهود محاربة العادات الضارة جسديا وصحيا بالمرأة. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة سنايت أفورق في الاجتماع أن زواج القاصرات وختان الإناث والعادات الأخرى لها أضرار بالغة على المرأة، مشيرة إلى أن الأمهات لهن الدور الأكبر للحد من زواج القاصرات. وقالت أن الاتحاد يعمل لتعليم المرأة ووصولها إلى مستوى القيادة، داعية العمل بقوة لكامل المساواة. وقدم مسؤول مكتب تنسيق المحاكم في الإقليم الجنوبي السيد جبر ميكائيل تسفى ميكائيل محاضرة في الاجتماع حول إجراءات الخطوبة والزواج والطلاق ورعاية الأطفال والوراثة بهدف رفع معرفة المرأة بالقانون. يقوم سكان ضحية دورفو في مديرية أخرية بنفير لحماية التربة وحفظ المياه منذ شهر ديسمبر الماضي، ويشارك في النفير حوالي 400 شخص يوميا بالعمل 6 أيام في الأسبوع في 5 نقاط عمل. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في الضاحية السيد يوهانس برخت بناء المدرجات في مساحة 74 هكتار حتى الآن، ويوجد برنامج لقبس الأشجار في شهر يوليو القادم مع بدء موسم الأمطار. سيداتي نتواصل وإياكم بعد هذا الفاصل الموسيقي مع الأخبار العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. تجمع مئات الماليين في باماكو لدعم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد في شهر أغسطس 2020. وندد المتظاهرون بعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تمارس ضغوطا على الجيش لإعادة السلطة إلى المدنيين بسرعة. وتنتشر الأعلام الروسية في كل مكان، ويرى المختصون أن ذلك يمثل رفضا للجيش الفرنسي الذي نفذ العديد من العمليات العسكرية في مالي منذ العام 2013. قتل 5 أشخاص بينهم مدنيين في ضربات جوية إسرائيلية في وسط سوريا وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية سورية نقلا عن بيان عسكري أن الهجوم انطلق من اتجاه قرب بني أس، ورفض متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي التعليق. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرار مادية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدران مناهضان للحكومة السورية أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية للرئيس بشار الأسد، ولم يوضح التلفزيون الرسمي السوري ما إذا كانت المنطقة التي قصفت منطقة عسكرية. أجرى الرئيس الفنلندي سولي نينستو اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن مساعي البلد الاسكندنافي للانضمام إلى حلف شمال الأطلس الناتو التي أثارت استياء موسكو. وقال نينستو في بيان صادر عن الرئاسة الفنلندية أن المحادثة كانت صريحة ومباشرة ولم تشهد توترا، واعتبر تجنب التوتر أمرا مهما.
ويتوقع الإعلان عن ترشيح هلسنكي لعضوية الناتو، الأمر الذي يثير قلق موسكو ومخاوف من اندلاع صراع آخر في أوروبا. في المقابل كشف بوتين لنظيره الفنلندي خلال المكالمة أن إنهاء الحياد العسكري لفنلندا سيكون خطأ. ورأى الكرملين في بيانه أن مثل هذا التغيير في التوجه السياسي للبلاد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية التي تطورت خلال سنوات بروح حسن الجوار والتعاون بين شركاء، مما يعود بالفائدة على الطرفين. أعلن الدفاع المدني الهندي مصرع 27 شخصا وإصابة العشرات في حريق هائل في مبنى بالعاصمة نيودلهي. وألقت الشرطة الهندية القبض على 2 من مالكي شركة تصنيع وبيع كاميرات أمنية كانت تتخذ من المبنى مقر لها. وقالت إدارة الإطفاء أن الحريق اشتعل في الطابق الأول وانتقل بسرعة إلى باقي المبنى بعد أن تسببت مادة بلاستيكية قابلة للاشتعال التي تستخدم في تصنيع المعدات الخاصة بالكاميرات الأمنية في انتشاره بسرعة. والحرائق شائعة في الهند بسبب ضعف معايير البناء وعدم الالتزام بشروط السلامة. في الختام لا يسعنا إلا تذكيرهم بأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. التشجير وحماية التربة والمياه خيار ليس له بديل. الدراجة العتري بنيام جرماي يحل 5 في 8 جولات طواف إيطاليا. مئات الماليين يتجمعون في باماكو دعما للمجلس العسكري. سقوط 5 قتلى في قارات جوية إسرائيلية في وسط سوريا. ورئيسا فنلندا وروسيا في مكالمة صريحة لمناقشة أزمة الناتو. دمتم في أمان الله وحفظه.